كل ما تدخل المطبخ تحس انه مكتوم، او تلاقي انك بتمشي كتير بين التلاجة والحوض والبوتاجاز قبل ما تلوم المساحة وتقول ان المطبخ صغير، تعال اقولك المشكلة الحقيقية فين وانا في الطريق. المطبخ مش مجرد غرفة، المطبخ ورشة عمل، واي غلطة في تأسيسه بتخلي الطبخ مهمة قتالية. المشكلة دايما في 3 أخطاء هندسية في التأسيس محدش بيركز عليها. اولا، تجاهل مثلث العمل. في هندسة المطابخ في قاعدة اسمها مثلث العمل: التلاجة، الحوض، البوتاجاز. التلاتة لازم يكونوا قريبين من بعض وعلى مسافات محسوبة. لو الحوض بعيد عن البوتاجاز هتفضل رايح جاي طول الوقت وكأنك بتجري في ماراثون. ثانيا، الإضاءة في المكان الغلط. أغلب البيوت تحط نور واحد في السقف بتاع المطبخ، ولما تقف قدام الرخامة تحجب الضوء كله. الحل إن الإضاءة تكون تحت الخزانات العلوية، اللي هي تكون ليد ستريب. الإضاءة لازم تكون موجهة على سطح العمل فورا، مش ظهرك. ثالثا، التهوية المنسية. الشفاط لازم يكون ماسورته طالعة بره الشقة مباشرة، مش داخل السقف المستعار وخلاص. لو الشفاط بيرجع الهواء لنفس المكان، الدهون والروائح بتترسب على الجدار والخزانات وهتدمرها مع الوقت. الزبدة: المطبخ هو المكان الوحيد اللي بيتجمع فيه غاز ومية وكهرباء. تأسيسه محتاج مهندس يفهم التفاصيل. مطبخك متأسس صح ولا كل يوم معاناة؟ اكتبولي تجاربكم في التعليقات. أنا مهندسكم أنرود، ضربكم خضر وعمركم صخر.